ايه يا زنجيره؟ عمر يا باشا. احنا هنقضي الليله كلها هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا لا بشمر كمام ولا بفك ساعات، فلخص كده وهات معايا من الاخر. مين بقى يالا اللي كسر محل الراجل وولع فيه؟ انا قلت لك يا باشا تلاقيهم بلطجيه ولا شويه عيال ولد حرام سعادتك يعني. وانت ايه بروح امك؟ احمد زويل؟ افتح بقك يالا، افتح! قلاحه يا باشا والله وشربك قلاحه. قلاحه ولا بلاحه؟ في حد يبلع موس يا باشا؟ يا سلام، يعني ما بتلفهاش في كرة صوف تبلعها؟ عمري يا باشا عمري. استاذ فتحي، يا استاذ فتحي! تمام يا فندم. ما بربصه اللي ودى ينزل كل اللي بطنه وتحرزهولي. حاضر يا باشا، تحت امرك. يلا يلا يلا. تمام يا فندم. الفول هيثم بيه. يا اهلا يا رايق. هم مسكوه ليه؟ لا يكونوا لقيوا معاه حشيش وبنك. مفيش الكلام ده خالص يا خالتي، تلاقيهم بس عايزين يسالوه سؤالين وبعدين هيرجعوه تاني. خلاص يبقى رجلنا على رجلك يا يوسف. رجلينا على رجلك فين يا سماح؟ انت اتجننتي واحنا عندنا نسوان بتروح اقسام. يا اخويا انا بس عايزه اطمن، وامي كمان عايزه تطمن. ايوه انا عايزه اطمن. يكونوا هيبيتوه. يبيتوه فين انت كمان؟ هي لوكاندا. انا هروح اشوف ايه الحكايه واقول لكم اول باول اللي بيحصل. يلا طمنا السلام يا عليكم. أخويا. ماشي. ايه يا عم؟ ده ما كانش عيش وملح بقى اللي اكلناهولك هنا، ده حتى العشره ما تهونش على اللبنه الحرام. معلش بقى يا باشا، اللي حصل حصل. تبقى لسه زعلان، بس انت عارف يا رايق ان العمليه اياها عادل بيه هو اللي رتبها معاك، وهو اللي خلي بيك مش انا. صح يا باشا، مش انت. طب امرني. زي ما تقول كده رايق، مطلوب مني كميه سلاح، ومش اي سلاح، السلاح الميري اللي اتسحب من الاقسام، ولازم يا سيدي اسلمه في 48 ساعه، وانت شكلك كده هتساعدني. والله يا باشا كان نفسي اساعدك، بس انت عارف ان انا ساعه الثوره ما كنتش موجود، كنت مسافر بره البلد يعني. بعدين انا سامع ان السلاح كله اتلم خلاص. تصدقش ده كلام جرايد، في سلاح كتير ضايع والشوارع مليانه، والبركه فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف. مش لسه شغالين مع بعض يا رايق؟ يا باشا لسه شغالين مع بعض، بس في الخير. هنشوف بقى اذا كان في الخير ولا في حاجه تانية. اسمع يا رايق، انا كل اللي طالبه منك كام حته سلاح مع كام عيل من عندكم، بسيطه. بسيطه بس هو حد قال لك عليا يا باشا ان انا مرشد ولا حاجه؟ يا اما كده يا اما هنزل بنفسي الم السلاح، وساعتها بقى في عيال كتير هتتلم. لو على ايه؟ هتنزل وتتعب نفسك؟ بس قدر يعني العيال دي جات لك لحد هنا وما رجعتش. عيب، انا مش زي اي حد. ماشي يا باشا، عشان انت مش زي اي حد انا جايبهم لك لحد هنا بالسلاح، بس اوعى تنسى احنا كمان مش زي اي حد، ومفيش حد من عندنا هيشيل قواضي. ماشي؟ متقلقش، دي هنتصرف لها في اي عيل يشيلها يا عم، وبكفايه الواجب اللي هتعمله معانا. طب عد بقى الجمايل. هنعد يا رايق. ماشي يا باشا، نازلك يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. شريف باشا نورنا يا باشا. قال يا ديب ازيك؟ زي ما هي خدمه يا باشا. ربنا يخليك يا باشا. نورنا والله يا باشا. عيش يا باشا عيش. ايه؟ مين اللي نقل موجه من اول ورا كده؟ هو اللي نفس النقص يا باشا، اه مشيت مع الفلوس. طب روح شوف شغلك انت. تمام يا ريس. وجيه يا باشا مساء الخيرات. اهلا ديبو، ايه اخبارك؟ كله تمام يا باشا. والله لو كنت كلمتني كنت قلت لك اجلها النهارده وبلاش. قصدك يعني علشان منصور الزفت؟ هو في غيره يا باشا؟ هو اللي بيهلفط بالكلام ده، حتى طلع بكره في العاشره مساء، محدش عارف يقول ايه يا باشا. سيبه يتكلم، انا عايز اوصل لاخره ايه. يا باشا لو عايزنا نتصرف معاه قول لي، اللي زي ده ملوش غير حل من الاثنين، يا اما نسيبه يتكلم وساعتها ما نضمنش تاثيره على الناس هيبقى عامل ازاي، يا اما ياخد فوق دماغه من اول مره. ماشي يا ديبو، اتصرف. والله يا باشا ما فيش داعي. انما يا باشا ما تقولش كده، امسك امسك يا راجل. مساء الخيرات. مساء الخيرات يا منصور باشا. اهلا يا ديبو، قول لي اخبار الخرفان اللي هناك ده ايه؟ تعبان يا باشا، تعبان من اللي قلت عليه امبارح. عشان كده قاعد لوحده هناك زي الولاء يا باشا. هو مش عايز يفهم ان حزب الكراسي الموسيقيه بتاعهم ده خلاص راحت عليهم على اللي راحوا. بس انا يا باشا برضه اللي سامعه غير كده خالص، ده ناوي يعمل حمله تشويه قذره لكل رموز البلد المحترمه. ما هو ده منهجه من يا ديبو. بقول لك يا باشا احنا عايزين ناخد بالنا، احنا من شويه مسكنا واحد صحفي ومعاه كاميرا وكان مخبيها، ممكن يفبركوا حاجه كده ولا كده، ساعتها ما نضمنش الظروف هتكون ايه.
تصور حاجه يا ديبو؟ لا يصور ايه؟ محدش يقدر يصور حاجه وديبو موجود يا باشا. احنا نقول برضه بس يعني ايه، ناخد احتياطنا يعني. ماشي يا ديبو. بس يا ديبو. مفيش داعي يا باشا والله، ارتاح. بس جدا. رايح فين يا باشا؟ لا محتاج انام بدري عشان عندي اجتماع بكره في الحزب. ماشي يا باشا. النوم بدري صحي برضه. نام يا باشا. قطعم وقطعة سيرتهم. انا اول ما بسمع السرينه بتاعتهم دي ولا مدرك ايه جدتي بتتلبش وبحس كده كاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. زي امبارح لما قبضوا على صلاح اخويا. صلاح ايه ياما دلوقتي؟ خدوه يا حبة عينوه 3-4 ايام وما حدش يعرف عنه حاجة، لولا ابويا هو اللي قوم له محامي زيع ومتصيد وعقر، هو اللي طلعه منها زي الشعرة من العجينة والله. الولية دي ايه اللي جابها عندنا؟ العمر الطويل ليكي يا زوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف ما بيردش عليا، يبقى اكيد في حاجه. حاجة دي يا بت ما ترسي كده. هي من امتى الداخلية كانت بتيجي تاخد رجالة من عندنا؟ يوم لما يشطحوا وينطحوا ياخدوا الرايق؟ مش ممكن طبعا. امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ والله وانكشفتي وانفضحتي يا سماح. هو ايه اصله ده؟ كل الحكايه يعني ان انا خايفه للراجل يكون اتاخد ظلومه، والظلم وحش برضه. ما هو الحب اوحش يا حبيبتي ولا ايه يا زوزة؟ يا شرابي يا لهوي. بتضحكي يا ولية واخويا مقبوض عليه. يا خرابي بتضحكي يا ولية. الولية ده هي اللي كانت متجوزاه قبل كده وجايه شغاله فيه. أظن أنت اتكلمت كذا مرة وأنا ما ردتش عليك، فده يدل على حاجة واحدة بس، إنه لا الظرف ولا الوقت مناسب إن أنا أرد على حضرتك. وقت ايه وظرف ايه يا مدام؟ ما تكونيش فاكره ان انا بتصل احب فيك واقول لك نرجع لبعض. أنا مش هحرق دمي مع واحد زيك يا سعيد. عايز إيه؟ يعني اكون عايز ايه يعني؟ عايز اكلم رامي ابني ولا عندك مانع ان شاء الله؟ عشان أأكد لك إنك مش بس زوج فاشل، أنت أب فاشل كمان. أنت عارف الساعة كام دلوقتي يا بني آدم؟ الساعة 3 الصبح، يعني ابنك نايم بقاله أكتر من 5 ساعات. هو مش رامي عنده اجازه بكره ولا ايه؟ الله، مش شغلك. بنت ما تزعيش انت بصوتك دوت اللي فكرني بايامك الزفت. أيامي أنا الفقر يا واطي. ايام انا وماله، حسابي يجمع يا حلوه. أنت بتهددني يا بتاع أنت؟ أنت ناسي كنت إيه ولا إيه يا سعيد؟ ناسي كنت إيه وأنا وبابي عملنا منك إيه؟ أنت كنت حتة مرمطون بتقف قدام البازارات بتاعتنا بنمسح فيك جزامنا. وابوكي كان ايه يا حبيبتي ان شاء الله؟ مش كان مرمطون برضو عند الخواجه ولا نسيتي اصلك؟ ايه سكت يعني؟ ما علينا، انا بس بكلمك عشان اقول لك ان هاجي اخد رامي كمان يومين يجي يقعد معايا في السخنه. عايز اشوف القريه عندي بقت عامله ازاي دلوقتي. انت بتحلم يا سعيد. انت حبيبي مالكش غير الساعتين اللي المحكمه اديتهم لك، اكتر من كده انسى. بتزعلي من اماني وانا في التليفون. معلش يا حبيبي انا صوتي كان عالي شويه، اصل في واحد كان بيعاكسني في التليفون وانا قلت له يحترم نفسه، عشان لو ما احترمش نفسه معايا راجل في البيت هيمسكه يعلمه الادب. مش انت الراجل بتاعي برضه؟ صح. يا روحي انت يا روحي. انت ناوي بقى تطوع في الحوار ده يا بيبي؟ بس بمزاجنا مش بحاجه تانية. ولا هيثم دوت غدار يا رايق. لو تفتكر العمل اللي عملها في ولاد الطحاوي. لا وايه؟ كان لسه مستجد على الاسم بتاعنا. فاكر؟ اديك قلتها على ياسين. فاكر يعني كان زمان لما كان لسه ظابط مستجد في الاسم والداخليه شد السلخ علينا، لكن بقى كل سنه وانت طيب. دلوقتي الدنيا اتشقلبت حالها، واللي كان فوق في يوم من الايام دلوقتي دماغه بقت لتحت. وسام ياسين بيتكلم في الصح برضه، حرص ولا تخوف. بص يا نجم، اللي زي هيثم ده اصله شبطه، لو ما خدش اللي هو عايزه هيشتغل لنا في الازهر، نقعد ينبح علينا في الرايحه والجايه واحنا مش ناقصين، احنا ورانا مصالح. فعلى ايه يا صاحبي؟ ارمي له حته عظمه يتلقي فيها وريح دماغنا. ولا انا بتكلم في الغلط يا عم ياسين؟ ربنا يستر يا رايق. اتكل على الله، انا بقى الحق انام شويه. ماشي يا عم، الدنيا تعبناك معانا. عيب يا دوسخ، ما تقولش كده. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. عيب ابو حجاج. لا اتكل انت على الله، انا قاعد شويه. سلام سلام يا ولاد. وعنها